مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي عودنا فيه مشاهدينا الكرام أن نلتقي معكم بين الفينة والأخرى، ونحن نتطرق إلى عدة مواضيع شتى. اليوم بضيافة جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، الجهة المنظمة لملتقى تيزنيت الدولي للثقافة الإفريقية. النسخة الخامسة لهذه الدورة كانت حول موضوع العقيدة الأشعرية ودورها في ترسيخ العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية. ولتسليط الضوء أكثر يحضر معي ثلة من الأساتذة أعضاء الجمعية، السيد رئيس الجمعية، الكاتب العام، وكل الذين يحضرون معنا كل باسمه وصفته. نرحب به أي ترحب في هذا اللقاء الخاص، فأهلا ومرحبا بكم سادتي الكرام. في بداية هذا اللقاء السيد الرئيس، نريد فقط أن تطلعنا حول الاستعدادات التي كانت وتحضيرا للدورة الخامسة للملتقى تيزنيت الدولي للثقافة الإفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كما تعرفون أن جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة دأبت منذ 5 سنوات على تنظيم ملتقى تيزنيت الدولي للثقافات الإفريقية، الذي ربطت من خلاله العلاقات مع عدد من الباحثين والأكاديميين والأساتذة الجامعيين في جامعات إفريقية متعددة. والهدف من ذلك هو توطيد العلاقات التي كانت وما تزال وستبقى بين المغرب والبلدان الإفريقية على المستوى العلمي والاجتماعي والثقافي والديني والروحي، وهي بذلك تسهم في تمتين هذه العلاقات بما يخدم المصلحة العامة لبلدنا مع مختلف الدول الشقيقة في إفريقيا، ووفقا أيضا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية الكبيرة للقارة الإفريقية بمختلف مناحيها، وإلى تكريس وتوطيد وتمتين هذه العلاقات التي كانت موجودة بين المغرب وبين عدد من الدول الإفريقية. وقد اختارت هذه السنة العقيدة الأشعرية ودورها في ترسيخ العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية، بعد أن نظمت في السنة الماضية الملتقى في موضوع المذهب المالكي ودوره في ترسيخ العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. والسنة التي قبله نظمت الملتقى في موضوع التصوف ودوره في ترسيخ العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. وبذلك تكون الجمعية قد أكملت ثوابت المملكة المغربية الشريفة التي تبنى عليها. وقد لقيت الملتقيات السابقة نجاحا كبيرا، كما لقي هذا الملتقى في هذه السنة أيضا نجاحا متميزا، خاصة من حيث الحضور النوعي للأساتذة الجامعيين الذين قدموا من إفريقيا، وكذلك حتى من حيث عدد الشخصيات التي حضرت في هذا الملتقى، في مقدمتها مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو وسفير جمهورية السنغال، الذين أكدوا في كلماتهم على العلاقة الكبيرة التي تربط المغرب مع بلدانهم، وأكدوا أيضا على أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز العلاقات ما بين المغرب والبلدان الإفريقية ككل وما بين البلدان الإفريقية الأخرى. بالإضافة إلى هذا أيضا حضر أساتذة جامعيون من شتى الجامعات الإفريقية، أن هذه العقيدة أسهم في نشرها في إفريقيا عدد من العلماء المغاربة، مما كان له تأثير كبير على هذه البلدان، وظل هذا التواصل متواصلا حتى الآن. كما عرفت العروض أيضا جانبا مهما، وهو دور العقيدة الأشعرية في الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان ودورها في التعايش والمواطنة والسلم والمساواة. وهذه كلها مواضيع
جديدة شهدناها هذه السنة مع ثلة من الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى عدد أيضا من الأساتذة والباحثين من وطننا في المغرب. وقد ألمت عروض الملتقى في مجملها بالعقيدة الأشعرية وعلاقتها بالبلدان الإفريقية، ومما كان له تأثير ومما أسهم أيضا في تبيين الدور الأساسي للمملكة المغربية في نشر هذه العقيدة في أصقاع القارة الإفريقية. وأيضا بين عدد من الأساتذة الجامعيين دور علماء المغرب في إرساء الأمن والوحدة في إفريقيا من خلال نشرهم لهذه العقيدة التي تتميز بالاعتدال وتبتعد عن التشدد والانغلاق والتطرف بما يخدم التوجهات التي نحتاجها اليوم أمام ما أصبحنا نشهده من عرف ومن عنف وتطرف بعيد عن التوجه الإسلامي المعروف. وقد حظي هذا الملتقى في نسخته الخامسة أيضا إلى جانب كل هذه العروض بتنظيم سهرة فنية خاصة للسادة الضيوف، كان الهدف منها هو أن نبين التمازج والتلاقح الموجود بين هذه الفرق وبين الفرق الأخرى في إفريقيا. وقد طرح عدد من الأساتذة هذا الموضوع وبينوا أوجه التشابه التي تجمع ما بين هذه الفرق وما بين الفرق دولهم التي أتوا منها. شهد أيضا الملتقى في نسخته الخامسة أيضا تنظيم معرض للوثائق والمخطوطات، خاصة مخطوطات علماء الصحراء ووثائق علماء الصحراء الخاصة بالعقيدة الأشعرية، مما يبين أيضا الدور الهام لعلماء هذه المنطقة في نشر هذه العقيدة في الغرب الإسلامي. وما يميز الملتقى هذه السنة ككل السنوات السابقة أنه نظم بمناسبة الذكرى 42 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة. بالإضافة إلى هذا فإن هذه السنة أيضا تتميز بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي كان نجاحا دبلوماسيا كبيرا للدبلوماسية المغربية كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وما يميز أيضا هذا الملتقى أن الأساتذة المشاركين في هذا الملتقى حضروا معنا إلى الإنصات إلى الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة. وتنضاف هذه الميزة إلى المميزات الأخرى المتعددة التي تميز ملتقى تزنيت الدولي للثقافات الإفريقية الذي تنظمه جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة. شكرا لك دكتور نعمة على هذا التوضيح. أريد فقط السي عبد المشاوري، هل من إضافة؟ شكرا السي عبد العزيز على هذه الاستضافة. بالنسبة للملتقى الخامس اللي تحدثت عليه السي دكتور نعمة رئيس الجمعية، هو من ضمن أو أهم نشاط أو هو العمود الفقري ديال الأنشطة ديال الجمعية. يعني جمعية الشيخ ماء العينين ترى أو تعمل على أن يكون هذا النشاط أو هذا الملتقى السنوي للثقافات الإفريقية هو أهم أعمالها على امتداد السنة، ولكن هذا لا يمنعنا من أن تقوم من حين لآخر ببعض الأنشطة سواء بتعاون مع المجالس العلمية أو المجالس الجماعية أو أنشطة أخرى أساسية كطبع لإصدارات وما إلى ذلك من الأنشطة. هذه الإصدارات التي بلغت فيها الجمعية حاليا الإصدار 13 أعتقد، بإصدار ديوان المجاهد أحمد السكان
للدكتور أحمد أبو القاسم. يعني على هامش هذا الحديث أريد أن أشير إلى أن عمل الجمعية في هذا الميدان والذي تقرنه سنويا باحتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء يدخل ضمن التوجيه المولوي بأن المجتمع المدني على الصعيد الوطني له دور أساسي في إذكاء هذه الروح الإفريقية وفي تأصيل وفي تعزيز تلك العلاقات التاريخية، لأن المغرب في قارته الإفريقية ليس نكرة. المغرب في قارته الإفريقية هو بمثابة قاطرة عبر التاريخ منذ مئات السنين أو منذ آلاف السنين إن صح التعبير. فكل ما شهدته إفريقيا كان المغرب فيه مساهما من حيث العمل الإنمائي منذ القدم. اليوم جمعية الشيخ من العين عندما ترجع إلى هذه الأصول في دورتها الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى الدورتين السابقتين اللتين كانتا عبارة عن دورتان خاصتان بالأسس التاريخية والروابط والعلاقات بشكل عام. الدورات الثلاث الأخيرة خاصة بالثوابت كما أشار السيد الرئيس. ونحن اليوم في دورتنا الخامسة هذه حققنا مبتغى رصدت له الجمعية إمكاناتها منذ الدورات الأولى. وأيضا نريد كمكتب للجمعية أن نؤكد أن الملتقى في تاريخه أصبح بالنسبة لمدينة تيزنيت وأصبح أيضا بالنسبة للمهتمين بالشأن الإفريقي خارج الوطن وداخله موعدا. فأعضاء الجمعية منذ اقتراب أو كلما اقترب شهر نوفمبر إلا وتقاطرت عليهم الأسئلة من ساكنة المدينة ومن عموم المثقفين في مؤسسات جامعية بالمغرب: هل ستنظمون الملتقى هذه السنة؟ ويكون جوابنا دائما نعم. ومن هنا نؤكد أننا منذ أن أنهينا الملتقى الخامس شرعنا في الإعداد للملتقى السادس لسنة 2018 والذي نريده حسب ما خطط له مكتب الجمعية أن يكون تحولا نوعيا وأن يكون خطوة أخرى نحو قارتنا، خطوة أخرى نحو تعزيز تلك الروابط وتحديثها وعصرنتها. أيضا الملتقى الخامس كما كل الملتقيات السابقة والذي شهد أو الذي حضره مدعوون من قارتنا ومن الجامعات المغربية بل ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أول دورة يحضر فيها باحث أو تحضر فيه باحثة وهي باحثة من خارج إفريقيا ومن خارج العالم العربي. معناه أننا مقبلون على خطوات أخرى جديدة لتجديد آليات الملتقى ولروابطنا مع إفريقيا. أريد أن أقول فقط أن ما نحرص عليه داخل الجمعية أيضا وهو أن كل الإخوان القادمين من إفريقيا يدركون ما معنى الروابط، ليس الإدراك العلمي لها ولكن يلمسونها على أرض الواقع، يلمسونها في حياة المدينة، في معمارها، في سكانها، في ساكنتها، في مأكولاتها وفي رقصها وفي غنائها. وهذا ما نوفره لزوارنا من قارتنا الإفريقية عندما نقدم لهم مثلا مأكولات مغربية،
عندما نقدم لهم مثلا رقصات مغربية التي لا تختلف عن الرقصات الإفريقية في الكثير من مظاهرها، وهذه إضافة تعزز البحوث التي يقومون بتقديمها أو التي يستمعون إليها من زملائهم في المغرب. والملتقى أيضا يحرص على أن تكون التظاهرة لحظة للنقاش على هامش الجلسات العلمية. تسمح تلك الجلسات بأن يلتقي أستاذ جامعي من لاغوس مثلا بأستاذ جامعي من تطوان، وأستاذ جامعي من الرباط بأستاذ جامعي مثلا من بوركينا فاسو، وهكذا يتم هذا الاحتكاك ما بين الجامعيين المغاربة. وهذه المهمة أو هذه المهام كلها موكلة بالدرجة الأولى إلى المجتمع المدني وجمعية شيخ العينين للتنمية والثقافة رائدة في هذا المجال. شكرا لك سي عبد الكريم الشاعوري على هذه الإطلالة. نمر مباشرة مشاهدي الكرام إلى أستاذنا المعي سيدي أحمد أبو القاسم. أسهمتم كذلك أنتم في هذا الملتقى وفي الجمعية بمداخلاتكم وبإسهاماتكم القيمة. نريد فقط هل من إطلالات أخرى يمكن أن نعزز بها هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخص هذا اللقاء بالذات الملتقى الخامس ثقافة الإفريقية بتجديد متعلق بآخر الثوابت من الثوابت التي اختارتها الجمعية للحديث فيها ولإبراز دورها في العلاقات الوثيقة والدائمة بين المغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء. العقيدة الأشعرية. قد اختارت الجمعية هذه العقيدة باعتبارها الأساس من الأسس التي تربط بين شعوب الأمة الإسلامية بصفة عامة وبين الشعب المغربي وبين الشعوب الإفريقية الأخرى، باعتبار الشعب المغربي بطبيعة الحال هو أحد الشعوب الإفريقية. وهذه العقيدة كما هو معلوم لها دور كبير في ترسيخ العلاقات المختلفة بين البلدان الإفريقية الأخرى وبين المغاربة، انطلاقا من انتقال كثير من العلماء من المغرب إلى إفريقيا وانتقال علماء آخرون من البلدان الإفريقية إلى المغرب. فيتم عبر هذا الانتقال تبادل فكري وتبادل عقدي وتبادل علمي. هذا التبادل أسس للعلاقات المتواصلة بين الأجيال، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب العلمية كما هو معلوم. وقد اتخذت الجمعية في أحد لقاءاتها في أحد ملتقياتها المحور العلمي بين المغرب وإفريقيا كما هو معلوم. وبالنسبة لهذا الملتقى أيضا ما يمكن أن نسجله كقيمة مضافة بالإضافة إلى ما قاله الأخوان سابقا هو الانطباع الخاص الذي أخذه الأفارقة الذين جاءوا من بلدان مختلفة إلى تجنيد. هذا الانطباع الذي أخذه على مدينة تجنيد بصفة خاصة، حيث إنهم يشعرون وكأنهم في بلدانهم من حيث العلاقات ومن حيث الجو الطبيعي ومن حيث الاستقبال
الذي استقبلوا به من قبل المنظمين ومن قبل المساهمين المسلمين في إنجاح هذه التظاهرات، ومن قبل الجمهور الذي حضر في الملتقى واستمع إلى العروض وأعطى انطباعاته حول هؤلاء الباحثين الذين لا نجد فرقا يمكن اعتباره بين هؤلاء الباحثين وبين الباحثين المغاربة، بحيث نجد لهم دورا في تعميق الفكر في مجال العقيدة، ونجد لهم دورا في الحديث عن المخطوطات التي تناولت هذه العقيدة، سواء مخطوطات مغربية أو مخطوطات من بلدانهم المختلفة، ونجد الحديث عن بعض الخزانات في إفريقيا وفي المغرب التي احتفظت بعدد من النسخ المخطوطة في هذا المجال، بالإضافة طبعا إلى ربط علاقة جديدة بين الأجيال البحث العلمي، الأجيال الحديثة في البحث العلمي، كما كانت تربط العلاقات بين العلماء السابقين في إفريقيا وفي المغرب. وبطبيعة الحال نقرأ من سمات وجوه الإخوان الأفارقة الذين شاركوا في هذا الملتقى علامات الرضا والفرح والسرور، وهي علامات نجاح هذا الملتقى بصفة عامة، بالإضافة إلى الأصداء العامة التي كانت لهذا الملتقى على المستوى الوطني وفي الإعلام المغربي، وكذا ما نقله هؤلاء الأفارقة إلى بلدانهم من هذه الأصداء. شكرا لك أستاذ أحمد أبو القاسم. سيدي محمد شكيب، كيف تنظرون إلى أن الملتقى يسهم كذلك في إعطاء فرصة لجيلنا هذا من الباحثين والدارسين وكذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي عبد العزيز الذي أتحت لنا هذه الفرصة للحديث على جانب من جوانب أنشطة جمعية الشيخ من أجل التنمية والثقافة. قبل أن أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أريد أن أشير إلى جزئية أراها أنا شخصيا مهمة، وأنه في البداية اختارت الجمعية محور مغرب إفريقيا، وهو محور له راهنيته على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي. هذا شيء يعرفه الجميع. يعني الجمعية اختارت، بحثت أو تبحث عن الهوية المغربية أو البعد الإفريقي في الهوية المغربية، وهذا شيء مهم جدا. كان لها سبق في هذا المجال. أكاد أن أقول أن اهتمامها بإفريقيا يوازي اهتمام الدبلوماسية المغربية. هذا جانب مهم جدا. انطلقت الجمعية في هذا المجال وتشتغل، والكثير من الناس يرون أن نفسها سيكون قصير، نفسها وعملها في هذا المجال سيكون قصير، لن يكون على المدى البعيد، نظرا لأنها ركبت أو اختارت رهانا صعبا، هو موضوع المغرب إفريقيا، خاصة فيما يخص الدعم، لأنها تتصل بباحثين متدخلين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يحتاج إلى دعم. ولكن كما رأينا في الواقع أنه من الملتقى الأول إلى الملتقى الخامس حاليا كان النفس ديال الجمعية
يزداد بكيفية مضطردة وتتغلب على جميع المشاكل خاصة المشاكل المادية، بحكم أن أعضاء المكتب نشيطين جدا في البحث عن مصادر التمويل. يعني السيد الرئيس بمعية باقي الأعضاء بحثوا عن كل الداعمين، وفعلا وجدوا داعمين الذين وفروا مبالغ مالية لإنجاح هذه الدورات من الأولى إلى الخامسة. هذا جيد. واحد النقطة أخرى لا أريد أن أغفلها تتعلق بأنه إلى جانب الجلسات العلمية أو بعد الانتهاء مباشرة من الجلسات العلمية نجد لها امتدادا لها في حول موائد الإطعام. عندما نكون حول مائدة الإطعام نتجاذب أطراف الحديث مع الأساتذة المتدخلين من إفريقيا جنوب الصحراء، فكانت لغة التواصل هي اللغة العربية. مثلا نتذكر أنه في هذه الجلسة في هذه الدورة الخامسة جلسنا في طاولة مائدة الطعام، وتجاذبنا أطراف الحديث مع متدخل من مالي من الطوارئ، فكانت أسئلته كلها تدور حول إيجاد نقاط التلاقي بين اللهجة التشريحية أزهر تيزنيت ولغة الطوارق. فوجدنا كثيرا من المفردات والكلمات التي تتلاقى فيها لهجة السوسية ولهجة ديال الطوارق. هذا جانب مهم جدا، هذا الامتداد وهذا الحديث الذي يكون خارج الجلسات العلمية، هذا شيء مهم جدا. ثم طرحت سؤال لأحد الأعضاء آنفا يتعلق ب هل يستجيب هذه الملتقيات لرغبات الطلبة الشباب. فعلا لاحظنا أنه من الملتقى الأول والملتقى الثاني نجد كثير من طلبة البنزور بالخصوص الذين يشتغلون في الماستر يحضرون معنا ويواكبون أنشطة الملتقى من عطيرة الأيام التنظيمية. هذا شيء مهم جدا، كذلك لا بد أن أشير إليه. شيء آخر أنه سمعت أصداء من زملائي الذين لا يحضرون لأنه كانوا يشككون في نجاعة هذا الملتقيات وأهميتها الثقافية، ولكن سمعنا الكثير الآن يشكرون الجمعية ويقدرون جهودها، خاصة عندما تستطيع أن تستقدم إلى الملتقى مثقفين باحثين بارزين من غرب إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم كذلك أن يأتي في الجلسة الافتتاحية دبلوماسيون كبار كسفراء مثلا يحضرون، وشخصيات علمية مغربية كالدكتور بنبين أحمد شوقي بنبين. فالكثير ما يمكن أن يقال، شكرا وأكتفي بهذا القدر. سادتي الكرام، الحديث معكم ذو السجون وكذلك شيء. ختاما لهذا اللقاء الدكتور النعماء العينين، هل من إضافات؟ لقد نجح هذا الملتقى نجاحا متميزا، والفضل في ذلك يعود إلى جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة وإلى جميع أعضائها. ولا يفوتني هنا بالمناسبة إلا أن أشكر باسم الجمعية كل الداعمين الذين دعموا هذا الملتقى في دورته الخامسة، لأن بدعمهم استطاع هذا الملتقى أن يعرف نجاحا كبيرا، وبدعمهم في السنوات الماضية وفي هذه السنة استطاع أيضا هذا الملتقى أن يعرف تميزا ونجاحا منقطع النظير. أوجه الشكر إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت وإلى عمالة تيزنيت، كما أوجه الشكر أيضا إلى رئيس المجلس الإقليمي لإقليم تيزنيت وإلى المجلس الإقليمي،
والشكر أيضا إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت وإلى المجلس الجماعي لهذه المدينة. كما أوجه الشكر أيضا إلى معهد الدراسات الإفريقية وإلى مديره وإلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات وإلى رئيسه المدير العام وإلى مؤسسة البنك الشعبي وإلى مديرتها العامة وإلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك وإلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وإلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان. كما أوجه الشكر إلى عدد من الحضور الذين شرفونا من مختلف الأقاليم الجنوبية والمغربية وتحملوا عناء السفر وتجشموا لكي يشاركوا معنا ويحضروا معنا في هذا الملتقى. نوجه الشكر أيضا إلى دار الثقافة وإلى مديرها وإلى موظفيها وإلى كل من دعم هذا الملتقى في هذه الدورة. له منا كامل الشكر والتقدير. شكرا دكتور. سيدي عبد الكريم الشعوري. ليس لدي ما أضيف بالنسبة للكلمة ديال السي نعمة. الشركاء ديالنا يدركون أهمية هذا الملتقى ولهذا لا يبخلون في دعم دوراته ونشكرهم مرة أخرى جزيل الشكر. وأريد هنا أن أتوجه أيضا بشكر خاص لساكنة المدينة التي تابعت التظاهرة في كل دوراتها واحتضنتها بحضورها وبتشجيعها وبمشاركتها وبنقاشات مثقفيها والمهتمين من أبنائها وكذلك من عموم المثقفين القادمين من الجامعة أو من المدن المجاورة. وبالمناسبة أريد أن أوجه لهم نداء بأن الجمعية جد ستكون شاكرة لهم بكل ما يمكن أن يقدموه من ملاحظات أو من اقتراحات أو من آراء التي يرونها كفيلة بالدفع بهذا الملتقى قدما إلى الأمام. نحن سنكون ممتنين لهم بمساهمتهم بملاحظاتهم بانتقاداتهم لأنها هي دليل تفاعل دائم بين الجمعية وما بين عموم المهتمين بقارتنا هذه التي نحن مدركون أننا في حاجة إلى كثير من المعارف التي تنقصنا حول قارتنا هذه. ومن شأن تظاهرتنا هذه أن تفتح آفاق البحث بالنسبة لشبابنا الذين نحثهم ونوجه لهم أيضا نداء بالتوجه إلى القارة الإفريقية في البحث وفي الدراسة لأنها قارة المستقبل وهذه مساهمة منا في هذا الميدان. أيضا أوجه نداء للجميع بأن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحل بها أحيانا من نقص في الموارد المادية لأنها ستستمر في طرق الأبواب وتدعو المدعمين إذ تشكرهم تدعوهم أيضا إلى المزيد من الدعم المخصص لهذه التظاهرة من طرفهم ولهم منا جزيل الشكر وشكرا. الجهة نسيتها. شكرا. سيدي أحمد دكتور أحمد أستاذ الكريم سيدي أحمد أبو القاسم. حقيقة أن دعم الجمعيات هو
من أوجب الواجبات من جهة، ومن جهة أخرى هو التشجيع الذي من شأنه أن يدفع الجمعية وغيرها إلى المزيد من البحث في الملتقيات الضرورية وعقد ندوات في جوانب مختلفة اقتصادية وفكرية علمية اجتماعية إلى آخره. وأريد أن أضيف فقط على هامش ما قيل حول الملتقى وبقية الملتقيات السابقة أن الجمعية حريصة على توثيق أعمالها سواء بالصور أو بالفيديوهات أو طبع الأعمال، وهذا هو المهم، طبع أعمال الملتقيات. وقد طبعت حتى الآن ثلاث ملتقيات سابقة قد طبعت، وهي الآن موجودة رهن إشارة الباحثين المهتمين بالشؤون التي عالجتها تلك الملتقيات. وهذا الملتقى أيضا إن شاء الله في طريقه إلى الطبع بفضل جهود الجمعية من جهة وحرصها على إغناء المكتبة العربية الأفريقية بصفة عامة بمثل هذا العمل، مثل هذه العمل الفكري، مثل الملتقيات التواصلية التي من شأنها أن تجدد العلاقات الفكرية والثقافية بين الأمم بصفة عامة. وطبعا هذا هو الثمرة الأساسية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها في مثل هذه الملتقيات. شكرا. سيدي محمد شاكر، هل من إضافات؟ فيما يخص الدعم شخصيا أشكر كثيرا رئيس الجمعية الذي كان له دور أساسي وريادي في مجال الاتصال بمختلف الداعمين. لا ننكر هذه الحقيقة، لعب دورا مهما في البحث عن مصادر الدعم وتمويل أنشطة الجمعية. من جهة أخرى دائما في إطار الدعم، أعتقد أن الداعمين لا يدعمون الجمعية بكيفية اعتباطها، بل لعدة اعتبارات، منها المصداقية، ثم الملف الذي تقدمه الجمعية لأي نشاط لكل الدورات. هناك ملف متكامل متين على ضوئه يعني يتقدم هذا الجانب الداعم ويقدم دعما للجمعية، لأن الجمعية لها ملف متكامل رصين. هذا فيما يخص الدعم. وفعلا لم نعيش قط مشكل الدعم. دائما في كل ملتقى كيكون دعم الذي يتيح لنا أن يمر الملتقى في أحسن الظروف، من الملتقى الأول إلى الملتقى الخامس. كان واحد النقطة أخرى تتعلق بالمتدخلين. اقترحت أنا شخصيا في إحدى اللقاءات واجتماعات المكتب أن نخرج من الإطار الإفريقي ونبحث عن متدخلين باحثين يتواجدون في قارات أخرى كأوروبا. قد نجد كثير من المغاربة، من الباحثين المغاربة العرب الأفارقة الذين يعيشون في أوروبا ولهم دراية بالمواضيع التي تثيرها الملتقيات المختلفة. يعني بمعنى أنه إلى جانب الباحثين إفريقيا جنوب الصحراء هناك باحثون آخرون يأتون من قارة أخرى، وخصوصا قارة أوروبا. وهذا ما سنشتغل عليه إن شاء الله
في الملتقيات القادمة. مشاهدي الكرام، ختاما لهذا اللقاء وهذا الحديث الشيق، باسمكم جميعا نشكر السادة أعضاء جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، السيد رئيس الدكتور نعم ماء العينين، السيد عبد الكريم الشاعري، السيد أحمد أبو القاسم، والسيد محمد شكيب على هذه الاستضافة والدعوة لحضور هذا اللقاء الخاص. على أمل أن نلقاكم مشاهدي الكرام في فرصة قادمة بحول الله، فشكرا جزيلا لكم، إلى موعد لاحق، والسلام عليكم.